السلام عليكم ورحمة الله. يلا النهاردة نعمل احلى واسرع سندوتش كده للفطار وللعشاء. سندوتش جميل وبكل سهولة كده عملته. وعندك رغيفين عيش فينو هتعملي الجمال اللي انت شايفاه ده. يلا نسمي الله. نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ النهاردة. نقول لكم كده معانا كده رغيفين عيش فينو هنعمل بيهم السندوتش الجميل ده بكل سهولة كده. ينفع معاكي بقى للفطار، ينفع معاكي للعشاء. حاجة كده خفيفة وسريعة في نفس الوقت ما شاء الله، يعني فعلا ما بياخدش معاكي وقت. وطبعا القرمشة اللي بتبقى بقى في الرغيف الفينو بتبقى جميلة جدا بقى. طبعا رغيف العيش الفينو طبعا انا عايزاه كده ايه، ان انا افتح الرغيف خالص بالطريقة ديت، ومعايا كده شرايح كده من الجبنة الرومي، ومعايا برضو حتتين كده من البسطرمة دولت. حابة تحطيهم ماشي، مش حابة ما فيش مشكلة خالص، ممكن تعمليه بيض وجبنة كده. طبعا كده معايا كده رشة خفيفة من الفلفل ورشة من الملح. وطبعا معايا كده ايه، حتة كده من السمنة البلدي. الصراحة معايا السمنة البلدي طبعا معايا كده السمنة. اهم حاجة بقى ايه، لو حتة سمنة بلدي، ولو مفيش سمنة بلدي ممكن مثلا وش لبن. القشطة بتاعت وش اللبن دي بصراحة بتبقى جميلة جدا بقى معاها. بس اهم حاجة ان انتي تعمليها يعني ايه، بسمنة كويسة، يعني عشان خاطر تبقى معاكي مدياكي طعم حلو. طبعا انا ايه، بدأت ان انا كده حطيت البيض. هبدأ بقى ان انا اجمع كده البيض كده، عشان خاطر ايه، انا محتاجة اللي هو يكون يعني في لما احط الرغيف كده يبقى البيض في قلب منه. وطبعا شريحتين من الجبنة كده حطيتهم. اهم حاجة بقى ان انا اظبط كده البيض كده عشان يبقى في قلب الرغيف زي ما قلت لكم. طبعا بدأت ان انا ايه، اظبطه بقى كده. خلاص كده هسيبه بقى شوية صغيرين، وبعد كده ابدأ ان انا ايه، اقلبه. هتقلب معايا كده بكل سهولة ان شاء الله، مش هياخد وقت في السوا. هو كده خلاص هاخد سنة القرمشة بقى مع العيش. بس اهم حاجة بقى اللي هي القرمشة بتاعت العيش دي بتبقى جميلة جدا بقى. بدأت ان انا بقى اوزع كده الجبنة زي ما انت شايفة كده. طبعا قرمشة العيش بقى فعلا هي كانت الجمال كله في قرمشة العيش بقى بتاعت وبالذات العيش الفينو فعلا معاه جميل جدا الصراحة. حطيت برضو حتة سمنة كده صغيرة، وهبدأ برضو ايه، احط برضو في الرغيف التاني حتة سمنة برضو صغيرة كده عشان تديني بقى قرمشة كده، بتبقى طعمها حلو اوي. هبدأ بقى ان انا ايه، اقلبه كده. هديت النار خالص، وهبدأ اقلب فيه لغاية ما ايه، ما ياخد لون ويبقى خلاص كده معايا اللي الجبنة ساحت. خلاص في المرحلة دي كده خلاص. هبدأ بقى ايه، اقطعه كده. بصراحة انا جبت المخرطة كده وبدأت ان انا اقطع بيها. ممكن تقطعيه بسكينة، ممكن قطعة البيتزا، اي حاجة بقى ايه، قطعي زي ما انت عايزة. اهم حاجة ما تنسونيش بقى بالاشتراك الجميل واللايك الحلو بتاعكم. زي ما انت شايفه الجبنه بقى ما شاء الله، الجبنه بقى سايحه فيه كده وجميله جدا الصراحه. طبعا قدمي بقى جنب منه كده شويه كده من الشيبسي، مع شويه مع كاتشب زي ما انت حابه. بس الجمال ما شاء الله الجبنه سايحه فيه. يا رب النهارده يكون الفيديو الجميل ده عجبكم، فيديو كده في اللذيذ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.